ليه بنحب إخواتنا من المسلمين؟ وليه بندافع عنهم؟ وليه بنهتم بيهم أصلا؟ قبل ما هقولك هديك مثال. لو أنت مشجع للأهلي ولا الزمالك، ليه فريقك كسب؟ هتقول إيه؟ هتقول كسبنا. ليه؟ وأنت كنت بتلعب معاهم؟ هتقول لي ما أنا علشان أعلن انتمائي للفريق اللي أنا فيه لازم أنا أشاركهم في هزيمتهم في مكسبهم. فكون إن فريقي اللي ممكن يكون بيلعب في قارة تانية كسب أو خسر، لازم أعلن إن في نفس اللحظة مشاركهم نفس المشاعر اللي هم بيحسوا بيها، وأعلن إن فرد من مجموعة، وأعلن للناس اللي مش منتمين للكيان إن أنا ليا قيمة وليا وزن. فهكذا المسلمين على مدار التاريخ في كل الأزمان وكل العصور كانوا كيان واحد، انتمائهم واحد ومشاعرهم واحدة. الكيان ده كان ليه لحظات فرح ولحظات حزن، كلهم كانوا بيشاركوا في بعض فيه. علشان أحس إني منتمي لأهم كيان في حياتي لازم أعلن إني متشارك معاهم كل مشاعري كل أحاسيسي، علشان أعلن إن أنا واحد منهم. بهتم بكل المسلمين على مستوى العالم علشان إحنا منتمين لكيان واحد في الفرح وفي الحزن. بهتم بكل المسلمين على مستوى العالم علشان إحنا منتمين لكيان واحد بنحس بيه بقيمتنا الحقيقية. كون إني مهتم بأحوال غيري من المسلمين في أي مكان، ده بالحقيقة هو اهتمام لنفسي. بأعلن إني مش لوحدي، إن في أكتر من 1.5 مليار بني آدم بيشاركوا معايا نفس المشاعر في نفس اللحظة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن إحنا كلنا إخوات مع بعض. إخوة يعني ليهم علي حقوق ولي عليهم حقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المسلمين كلهم أنهم جسم واحد بس، لو حاجة منه بس اتعورت كله بيبقى سهران عليه وبيهتم بيه، وعلاجه بيكون سريع ويخف بسرعة. فالمرض بيهون وبيخف. فاهتم بإخواتك المسلمين علشان تلاقي حد يهتم بيك بدل ما انت عايش في الدنيا لوحدك.